اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو جديد ويوم جديد. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، وطبعا ما تنسوش اللايك للفيديو، ما تنسيش تشتركوا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. عايزه افكركم بنفسي واعرفكم على نفسي، انا نور عماد ودي قناتي الجديده يا جماعه، علشان في ناس كتير بتتفرج عليا وبتفتكر ان هي مشتركه في القناه، وللاسف يعني القناه القديمه خلاص ما بقتش شغاله عليها دلوقتي، وشغاله على القناه الجديده دي. فحابه افكركم اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا بقى نشوف تفريزاتنا النهارده عباره عن ايه. طبعا الحاجات اللي جبناها مع بعض الفيديو اللي فات فيديو المشتريات من السوق، فانا قلت بقى ايه اخلص كده الفيديو وادخل على بسرعه كده يعني افرز اللي ورايا، لان طبعا جايبه عديه طماطم كامله، ما ينفعش ان انا ابيتها ولا ليله من غير ما تتغسل وتتسلق واجهزها ان اللي هي تتفرز على طول، علشان ما فيش حاجه ايه يعني اخسر فيها يعني. فهي طبعا بتبقى كلها على بعضها كده يعني عاطل في باطل، فكله ببعضه. فقلت بقى ايه اخدها كده على طول شويه شويه في الحوض. طبعا الحوض انا غسلاه كويس جدا بسلك وصابون، وكمان معقماه بشويه خل، ونزلت بقى كده بشويه طماطم. قلت اغسلها كده وانضفها علشان اسلق على طول اول باول، لان طبعا انا بحط يعني حلتين على النار، بحيث اني انا ما اضغطش على الخلاط جامد. يعني انا عملتها على تقريبا يومين، فقلت بصراحه ايه يعني انجز كده وقت وابدا بيها علشان تتسلق براحتها لحد ما اخلص باقي الحاجه اللي ورايا. وطبعا التفريزات دي بصراحه المره دي ما قدرتش اعملها على مره واحده. السنه اللي فاتت كنت عامله لكم تفريزات اكتر من كده بكتير، وكانت كلها على يوم واحد بس المره دي بصراحه يعني قللت شويه وقسمتها على يومين، علشان ايه رجلي تعبانه يعني مش قادره اقف كتير في المطبخ. اول حاجه عملتها طبعا في الطماطم، غسلتها كويس جدا وحطيتها في حله من غير ولا نقطه ميه. تحطيها على نار هاديه الاول لحد ما تنزل شويه ميه كده، تقوم معليه النار، هتاخد سلقه محترمه كده لحد ما بصوا تلاقيها كده طريه خالص. وطبعا حط عليها بنجر، مقطعه بنجر كده شرايح وحطها عليها لحد ما تسلق خالص. يعني مش عارفه بصراحه بتاخد قد ايه وقت، بس هو اول لما تلاقيها طريت خالص يبقى هي كده خلاص استوت. هتطفي عليها بقى وتسيبها لحد ما تبرد تماما، او تكون دافيه قوي يعني اللي هي ما تبقاش سخنه، عشان طبعا الخلاط ما يحصلوش حاجه، لان في خلاطات كتير مش بتستحمل الحاجات السخنه. وبس هتديها بقى ضربه في الخلاط، حاولي ما تزوديش ميه كتير علشان ما تاخدش معاكي مساحه في الفريزر كبيره. وبس كده بقى هجيب بوله عندي كبيره كده احط عليها مصفى واصفي الطماطم. دي اهم خطوه في خطوه تفريز الطماطم يا جماعه. هتحطيها بالبذر والقشر، هتلاقي في طعمها كده وانت جايه تطبخي بيها اي اكل، هتلاقي القشر كده مفرول كده في بقك، فبصراحه بيبقى مش لطيف خالص يعني. فانا لازم اهم خطوه بالنسبه لي ان انا اصفي الطماطم واشيل اي بذر وقشر جواها، وبصراحه بتطلع بذر وقشر كتير يعني. في ناس تانية ممكن تسلقها كده سلقه بسيطه وتقوم مقشره القشر، بس انا بصراحه يعني ما عنديش طولة بال ان انا اقعد اقشر يعني عديه طماطم بحالها. انا مش بعمل كيلو ولا اتنين، ده تقريبا داخله في 20 كيلو، فما شاء الله يعني. فعشان كده بقولك يعني صفيها احسن، خطوه سهله جدا وما بتاخدش وقت بصراحه، وهتلاقي الطماطم كده عندك ناعمه كده وبيوري خالص. في حاجه كمان، في ناس كتير بتحب تعمل الصلصه في العلب، يعني صلصه معجون طماطم زي اللي بنجيبه جاهز في بطرمانات، ودي هعملها معاكم في فيديو تاني ومش دلوقتي بصراحه، ممكن في رمضان اخلص بس كده من تنظيفات رمضان ونعملها بقى مع بعض في اي يوم في رمضان عادي يعني، قدامنا الشهر طويل. اللي هي بتبقى بصوا تبقى جاهزه كده، وكمان بتتشال بره التلاجة، ما بتتحطش في التلاجة خالص. وبصراحه انا حاسه ان هي تبقى حلوه جدا. كنت عايزه اعملها معاكم الفيديو ده، بس للاسف ما كانش عندي بطرمانات متوفره، فقلت ايه خليها وقت تاني اكون كده جمعت كام بطرمان كويسين علشان اعمله بيها. هنا بصوا بقى خلاص كده الطماطم انا صفيتها كويس وعبيتها في اكياس. وطبعا انا دي الكميه بتاعت اول حله، هكمل بقى باقي الكميه مع نفسي علشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. وانا قلت بس اوريكم كفكره، لكن باقي الكميه طبعا انا ما شاء الله يعني قدامي يومين اول ما اخلصها. فبس كده دي كانت اول شويه انا عملتهم، وبصوا لونها على الطبيعي يعني. هنا بقى خلصنا الطماطم وشلتها في التلاجة. انا كمان بحب اعمل شويه شويه عشان ارصها كده على رف الفريزر، وتاخد كده ايه يعني الوضع اللي هو الرفيع خالص ده، فاهمين قصدي إيه؟ يعني برص كده مثلا كل كاسين فوق بعض ويجمدوا، وبعد كده بقى ايه او مكمله بقيه الصف على بعض يعني. مش فاهمه مش عارفه بصراحه انتوا فاهميني او ولا لا، بس بحيث اللي هو ما تاخدش مساحه يعني. حتى لو انا بربط الكيس مش بربطه اللي هو على الطماطم بالظبط، لا بربط من على حرف الكيس كده علشان افردها وتكون مبططه كده، فاهمين قصدي. وبحط كاسين كاسين. طبعا اول حاجه بفرزها الطماطم علشان يكون الفريزر عندي فاضي تماما، واعرف احط مثلا في الرف اللي فوق 3
يعني 6 اكياس، كل كيسين فوق بعض، والرف اللي تحت 6 اكياس جنب بعض كده، كل كيسين يعني فوق بعض. فاهمين قصدي ايه؟ بحيث ان هما يجمدوا خالص، واقوم رافعاهم كلهم على صف واحد، وابدا ان انا اكمل ايه الحله التانية والحله التالتة وهكذا يعني. هنا بقى جينا على السبانخ، وطبعا دي عملتها تاني يوم وندمت جدا جدا. عايزه اقول لكم السبانخ اول لما جبتها كانت خضره كده وجميله، ما كانش فيها ولا ورقه صفرة، طبعا كانت هتبدا كده تصفر مني، فتاني يوم على طول قمت عملتها. هنا بقى بصوا انا نضفتها كويس جدا، شلت منها اي حاجه كده ملهاش اي لازمه، اي ورقه صفراء، اي ورقه زياده، العيدان الزياده دي بشيلها بصراحه. وخدتهم بقى كده في الحله الكبيره البلاستيك دي تحت الحنفيه كده، غسلتهم غسله محترمه جدا جدا. طبعا بصراحه حرمت ان انا اخد التليفون معايا على الحوض كتير، بسبب ان هو اصلا يعني جاب ربع شاشه كده من فوق، فمش عارفه بقى بسبب الميه ولا ايه، بس انا سالت الراجل وقال لي بسبب يعني الشاشه مكسوره من ورا. فيعني قلت احاول احافظ عليه على قد ما اقدر الفتره الجايه، يعني علشان يقعد معايا اكبر وقت ممكن، لان انا مش عارفه اجيب تليفون دلوقتي، وفي نفس الوقت مش هعرف اقعد من غير تليفون، فعشان كده بقى ما بقيتش اصور بيه كتير عند الميه. هنا بقى بصوا السبانخ حطيتها هنا على فوطه نظيفه، وفردتها كويس جدا عشان عايزه انشفها، مش عايزه الاقي فيها ميه. طبعا هي ما نشفتش بنسبه 100% يعني، بس نشفت الى حد ما يعني. نشفتها على قد ما اقدر. فطبعا لو انت عندك بقى مساحه تانية مثلا على الرخامه، ممكن تحطي فوطين وتفردي اكتر بحيث ان هي تنشف على طول. هنا بقى نشفت السبانخ، هجيبها كده اخرطها، طبعا خرط كده رفيعه بالسكينه على طول. وطبعا جنبي حله، الحله دي اهم حاجه اللي هي تكون سخنه، يعني تحطي فيها زيت وتسيبها تسخن، وبعد كده تحطي عليها السبانخ. انا الخطوه دي بقى انا عارفاها على فكره، وعملتها معاكم قبل كده كتير، بس تاهت من بالي هنا، مش عارفه كنت سرحانه ولا ايه، الخطوه دي تاهت من بالي، وقمت حاطه السبانخ على طول من غير ما اسخن الحله. بس انا حبيت افكركم بيها، هي دي اولا عشان ما تنزلش ولا نقطه ميه منها وانت بتديها تشويحه كده، ان احنا هنرفعها دلوقتي على النار. انا بقى حطيتها على نار عاليه على طول، يعني علشان ايه الحله تسخن بسرعه والسبانخ ما تلحقش تنزل ميه. والحمد لله يعني هي ما نزلتش ميه، هي بس بتديها تقلبتين كده بتنزل ميه بسيط، وبعد كده اول لما تنشف تشيليها، ما بتاخدش بالظبط على النار 5 دقايق، هي بتدبل كده والميه بتنشف منها خالص، فبتقومي شايلاها، اوعي تفضلي سايباها لحد ما تتحروق منك. الخطوه دي خلي بالكم منها، لان هي بتنزل ميه بسيط قوي في الاول، وبعد كده بتشربها على طول، فبتقومي طافيه عليها، بتكون بقى السبانخ دبلت بالمنظر اللي انت شايفاه ده. طبعا لو عامله كميه هتاخديهم ايه شويه شويه ورا بعض، علشان ما تعمليش يعني الحله مره واحده. بس بقى انا هفضيها خالص عشان عندي كمان شويه لسه عايزين ايه يتحطوا. بس كده بصوا بقى شكلها عامل ازاي. هتطلع بقى البخار اللي فيها، لو عندك مروحه شغاله بره ولا حاجه حطيها تحت المروحه دقيقتين، يعني لو انت مستعجله وعايزه تعبيها بسرعه تبرد تماما بس، وتقومي معبيها. بصوا بقى ده كان تاني يوم زي ما قلت لكم، كان لسه عندي ايه حله طماطم تاني، غسلتها يعني وحطيتها بقى تتسلق وانا بعمل السبانخ. قلت اكسب وقت، دي بس الطماطم اللي انا طلعتها من العديه. محمد قال لي بصراحه طلعي شويه حلوين حطيهم في التلاجة، بس هم دول شويه اللي جم في بالي، علشان عارفه الايام دي كنت بروح واجي عند ماما كتير، فقلت هسيبها في التلاجة تحت هتبوظ. فقلت ايه هسيب بس كده كام طماطميه، عشان لو حبينا مثلا نعمل جبنه طماطم، نعمل طبق سلطه، يبقى عندنا كام طماطميه كده في التلاجة. عايزه اقول لكم اللي هم لحد دلوقتي والله العظيم لسه موجودين. الفيديو ده فات عليه زي ما قلت لكم تقريبا اسبوعين، بس لسه موجوده لحد دلوقتي في التلاجة، ما عملناش بيها اي حاجه. فالصين ده بقى اللي بتروح وتيجي عليها كده تاكل لها طماطميه طماطميه كده، بس يعني يعتبر نص الطبق ده لسه موجود في التلاجة. هنا بقى عبيت كده السبانخ، وبصوا منظرها خضرة ازاي وجميلة ازاي. عايزة اقول لكم اللي انا بفضل سايباها كده في الفريزر من السنة للسنة، ما بيحصلهاش اي حاجة. شوية الزيت اللي بتتشوح بيهم كده على النار دي مادة حفظ ليها كويسة جدا، وبتطلعها كده على الصلصة على طول مش بيحصلها اي حاجة. طبعا لما اجي اعملها معاكم هوريكم يعني شكلها. هنا بس بصوا بقى انا ببطط الكيس ازاي، دي الفكره برضو بتاعه الطماطم، اللي انا ببطط الكيس كده علشان ما ياخدش معايا مساحه في الفريزر وياخد معايا كميه كبيره. وبما اني طبعا مش عندي دي فريزر، فهو فريزر التلاجة بس اللي بشتغل عليه. حله الطماطم كانت لسه على النار، لسه مستمريه معايا على النار، لسه ما استوتش. هنا بقى خدت شويه البسله والجزر دول، وبصراحه ما حبيتش اطول عليكم الفيديو لاني مش محتاجه يعني، ومش مستاهله ان انا اقعد افصص معاكم البسله. قلت هنقعد نرغي في اي كلام وانا ايه في الوقت الضايع، يعني عايزه اخلص معاكم بسرعه بسرعه عشان نخش على التنظيفات ونفرش مع بعض زينه رمضان اللي ان شاء الله هكون زي القمر السنه دي. هنا بقى انا كنت جايبه كيلو بسله واحد، وكنت جايبه حوالي 2 كيلو جزر، فطبعا الجزر معايا بزياده، علشان انا ساعات يعني بعمل بقى ايه
اللهم صل على النبي، بعمل الكبسه وبكون عايزه كام جزريه كده احطهم عليها، فعشان كده سبت كام جزريه من تحت والباقي قلت احطه في التلاجة. طبعا الجزر المكعبات ده لو بالزيادة عندي مش هيخسر، لو عايزة شوربة خضار وعايزة ازود الجزر هحطه، لو عندي مثلا هعمل شوية عدس وعايزة شوية جزر هحطهم، مش هيخسر بصراحة. وعايزة اقولكم برضو عندي بقية الجزر في التلاجة، حالا هقوم اخلص الفيديو معاكم واقوم اعمله وبرضو احطه في الفريزر عشان ما يبص، لان بقاله شوية وخلاص ممكن يدبل مني، فهحطه بقى ينفعني في شوربة عدس، في اي خلطة كده عاوزاها، جزر مبشور، اي حاجة هحتاجه. وطبعا انت ممكن تبشري شويه جزر برضو محترمه وتحطيهم في التلاجة، بس اهم حاجه يا جماعه الخضار اللي بيخرج من التلاجة ده او من الفريزر بيخش على طول على الاكل، على السخن على طول وهو لسه مجمد. يعني مثلا هتعملي البسله تكوني اصلا عامله الصلصه خلاص بالبصله وسبكت معاكي، تقومي مطلعه كيس البسله من الفريزر على طول على الصلصه مباشره، ما تسيبوش يفك خالص علشان تلاقيها حلوه معاكي زيها زي الطازه. وبصراحه الطريقه بتاعه تفصيل يعني بتاعه تفريز البسله دي انا معتمداها بقالي حوالي بتاع سنتين، وكويسه جدا وناجحه جدا معايا. في ناس كتير بتحطها في ميه سخنه وتقوم مطلعاها في ميه ساقعه، انا جربت الطريقه دي معاكم قبل كده من 3 سنين تقريبا برضو على اليوتيوب، برضو جربتها معاكم قبل كده، بس هي ويعني نفس التست ونفس كل حاجه، بس الفرق بقى ان الطريقه التانية بتغلبك، هو من ميه سخنه لميه ساقعه والكلام ده كله، وتحطي شويه سكر، لكن دي لا زي ما هي كده على طول. بصوا بقى عبيت البسله وشكلها زي القمر ازاي، وكده ده اول كيسين بسله عندي في الفريزر، وان شاء الله عايزه انزل اليومين دول اجيب برضو شويه واشيلهم. بس المشكله عندي بتبقى في المساحه، يعني انا بحاول مثلا استخدم شويه طماطم لان طبعا الطماطم عندي بالزياده، وعشان بقى اجيب خضار احطه مكانها. بس هنا بقى محمد كان جايب لنا كمان حوالي 2 ولا 2.5 فراولة، وقال لي بقى ايه قطعين كده وحط لنا عليهم شوية سكر للعيال. فبصراحة قلت طبعا ايه مش هعملها كلها ومش هتخلص كلها وهتتحط في التلاجة لحد ما تدبل، قلت لا قومي يا بنتي ايه فرزي شوية منهم وحط لهم شوية. قمت بقى كده قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين، وبصراحة الفراولة كانت حلوة جدا ولونها وطعمها تحفة، لونها احمر قوي وكمان مسكرة، كانت مسكرة جدا بصراحة، يعني متهيألي اول مرة اجيب فراولة الموسم بتاعها ده والاقيها مسكره كده، على طول الفراوليه تلاقيها كبيره قوي ومش مسكره. اللي وصل معايا بقى لحد الفراوله كده يقول لي يا نوره انا وصلت معاك لحد تفريز الفراوله، ويلا بينا بقى كده شجعوني علشان نفسي احقق شروط القناه دي، وباذن الله بقى كده الفيديوهات الجايه كلها تعجبكم، فشجعوني كتير. واللي مش مشترك يا جماعه تشترك، بفكركم تاني في ناس كانت معايا من القناه القديمه ودخلوا لي هنا عن طريق الصدفه كده، الفيديوهات بتاعتي ظهرت قدامهم، وممكن يكونوا مش مشتركين في القناه او بيحسبوا ان انا في نفس القناه القديمه. بفكركم تاني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس اهم حاجه علشان يجيلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ما تنسوش اللايك للفيديو وتصلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الفراوله. هنا بقى قسمتها نصين، وعشان يعني احط شويه لينا واحط شويه في الفريزر. طبعا اهم حاجه تغلفيها كويس بالسكر، واهم حاجه كمان الفراوله ما تكونش فيها ميه، تكون ناشفه زي ما انتم شايفين كده. بصوا الطبق ما فيهوش اي نقطه ميه، فاهم حاجه تكون ناشفه وتحطي فيها ايه شويه سكر كده تغلفوهم بيها وبس كده. الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي افتكاسات. عملت كده كاسين فراوله والباقي هنحطه ناكله لينا احنا. بقول لكم ايه الناس اللي معايا لحد دلوقتي، قولوا لي الفيديو الجاي عايزين ننظف ايه مع بعض، نبدا بايه، نبدا بالمطبخ ولا بالاوض ولا بالريسبشن، الكلام ده كله قولوا لي. لو انتوا لسه ما بداتوش زيي فعايزين تبداوا فقولوا لي ابدا معاكم بايه علشان نبدا سوا يعني ونعمل مع بعض في نفس اليوم. بس كده انا عارفه ان انا متاخره جدا في التنظيفات والكلام ده، بس حقكم عليا والله، يعني الظروف وكده. فاللي هو عايزه اقول لكم ان غير الظروف كسل بطريقه فظيعه ماسكني، مش عارفه ليه اول سنه اكون كده، فالحمد لله على كل حال. فان شاء الله هبدا معاكم من النهارده، هقوم اخلص اللي ورايا واصور معاكم وانزل لكم الفيديوهات الفتره الجايه باذن الله تعجبكم. وبس كده بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص النهارده، واتمنى الفيديو يعجبكم، وقولوا لي بقى ايه رايكم في شكل الفراوله القمر والبسله. في حاجه نسيت اعملها معاكم، انا هشيل الفراوله دي وارجع لكم بشويه الليمون اللي انا جبتهم. عايزه اقول لكم كنت جايبه نص كيلو ليمون، مش هتصدقوا بكام الليمون دلوقتي ب25 وانا جبت النص كيلو ب5 جنيه. هتقولوا لي ازاي، اقول لكم مش عارفه، كان ليمون صغنن كده ومنه اخضر على اصفر، وبصراحه حلو قوي. محمد كان رافض اللي انا اجيبه بس انا صممت اللي انا اجيبه وقلت هشيله في الفريزر للتنظيفات، هو ما يستحملش التلاجة كتير، يعني اخره في التلاجة 3-4 ايام تكوني مستخدميه. فقلت لا هشيله بقى في الفريزر استخدمه بقى تنظيف السمك، تنظيف الفراخ، الكلام ده كله. وبس كده بصوا ما
شاء الله شكلهم حلو يعني مش وحش ولا حاجه، وفي نفس الوقت يعني هينفعوني. فقولوا لي بقى رايكم فيهم. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.